بهالأيام لما الأمنيات بالسلام والفرح والحب عم بتشتي علينا من كل الجهات، في كائنات بريئة عم تدفع تمن احتفالاتنا وجع ومعاناة ودم. حيوانات جابوهم على الحياة خصيصا لهالفترة من السنة ليكونوا ضحايا لتقاليدنا، ضحايا ما عرفوا لا الفرح ولا الحب ولا السلام. موسم الأعياد يلي شعاره الخير والسلام لبعضنا البعض صار جحيم وظلم للبعض الآخر. ملايين الحيوانات تعذبوا بالمزارع، تجرجروا بالقسوة، وانقتلوا بشكل شنيع بالمسالخ. كل هيدا كرمال يزينوا العالم بكلمات حب وسلام. بس الحقيقة انه ما فينا نوزع كلمات حلوة من تمنا وبنفس الوقت منفوت منتجات القسوة والعنف. أهل بيشتروا لأولادهم حيوانات صغيرة من المحلات وكأنها لعبة، وبعد فترة بكبون على الطرقات أو بالملاجئ تيواجهوا مصيرهم القاسي. وأهل بياخدوا أولادهم على حدايق الحيوانات أو السيرك تيتفرجوا ويستمتعوا بمشاهد الاستعباد والإذلال والسجن. التمنيات المباركة منا مجرد أقوال، بل بتتجسد بأفعالنا وسلوكياتنا، شو منشتري، شو مناكل، وشو منتصرف. وإذا عن جد مندعي للخير ما لازم يكون على حساب غيرنا. الخير الحقيقي لازم يشمل الكل. الدنيا ما بتتمحور حول البشر وبس، لازم تشمل معنا الحيوانات يلي بتشاركنا الحياة على الأرض. رفضنا للمنتجات الحيوانية ولأي فعل استغلال هو الدعوة الوحيدة للتجديد وللمحبة وللسلام الحقيقي بالعالم. وأخيراً، احتفالاتنا بالسعادة على حساب غيرنا ما بتكون مباركة، بتكون وصمة عار على البشرية.